ازيكم يا رجاله؟ عاملين إيه؟ الاخبار؟ قناه تانية اسيستنت. فيديو في غايه الاهميه. مش قادر اقول لك قد ايه انا بدات اقلق. فبعد اذنكم نشد قوي الفتره دي. حلو قوي. الفيديو هيمشي كالاتي. هقول لك شويه مشاكل. المشاكل دي تسببت ان العربي ياخد لقب ان هو ماده غداره. وبعدين اقوم قايل لك الحلول بتاعت المشاكل دي. يلا بينا نبدا. يلا بينا. بس قبل ما نبدا، في جروب واتس لازم تدخله. لازم تدخله. هتلاقي جروب الواتس تحت في الديسكريبشن. تمام، هتدوس عليه. هتدخل الجروب. اتحل فيه مشكله اللي هو ان في ناس بتقول لي الجروب اكتمل ومش عارف ايه. خلاص اتحلت. خش. عايز استخدم الجروب ده بحيث ان انا اقرب منكم قوي بجد، لاني انا عايز ابقى سريع، اللي هو اي حاجه ابعت لكم، اخد رايكم في اي حاجه. اي حاجه الاقيها مهمه او بعت لك. اشجعك كل يوم. فاهمني؟ وبرضه بصراحه يعني بفكر اعمل مسابقه كده للناس اللي لسه لحد دلوقتي نايمه ومش قادره تقوم. تمام. مع ان انا مش متصور اصلا واحد مش فاتح التربو، مش داعك نفسه دلوقتي، مش متصورها. ولكن اهو يمكن المسابقه دي تفرق مع حد. تمام، بقول احتمال عشان بس انا بصراحه يعني انا ميت الفتره دي بجد. الجامعه عندي برضو حوارات. المهم يعني عشان ما ادخلش في تفاصيل، يلا بينا نبدا في موضوع الفيديو على طول. المشكله الاولانيه، 90% من الناس كانت راكنه الماده دي اصلا. فبالتالي واحد، ما تعرفش هتراجع مع مين اصلا، لان انت راكن الماده. فاهم؟ ما تعرفش المدرس ده كويس تفهم منه ولا لا. طب ده احسن ولا ده احسن؟ ما علينا. تاني حاجه، مش متعود على المذاكره الكتير في الماده دي بين قوسين. ان اصلا الماده دي فريده من نوعها. خد بالك، ماده العربي هي لغه، ما هياش مثلا فيزياء اللي هو قوانين بقى وبتاع، ما هياش كيمياء حفظ، ما هياش رياضيات حل. لا، هي فريده من نوعها، هي لغه. فبالتالي فريده من نوعها جدا في طريقه المذاكره. وغير ان هي كميتها كبيره. فالمهم انت مش متعود ان انت تذاكر ماده زي دي. تالت حاجه، عشان الناس برضه راكنه، انت ما بتعرفش تحل. فدي مشكله كمان. تاني مشكله، حد بس ممكن يطلع دلوقتي يقول لي ايه؟ طب انا مش راكنها، بعرف احل وعارف هراجع مع مين ومتعود اذاكر. طب اتقل عليا. خد بالك ان المدرسين كتير وفي نفس الوقت بيتنافسوا عليك بطريقه غشيمه. يعني انت مش قادر اقول لك اكتر ماده بيبقى فيها تنافس العربي. فبالتالي دوت بيسبب لك ايه؟ تشتيت. تاني حاجه، عدم ثقه في المدرس اللي انت تاخد معاه. خد بالك من الاسرار اللي مخلياني فاجر في الماث او الرياضيات، ان انا كنت باخد مع عمر الشربيني. انا حرفيا واثق ان انا باخد مع افضل مدرس فيك يا عالم. فبالتالي دوت وانا بذاكر كان مسهل عليا، وانا واثق ان ده احسن مصدر. مش عمال اشك بقى في نفسي وكل شويه اروح ابص على ناس تانية. انا واثق من كتر ما هو عمر الشربيني طبعا، لو انتوا عارفين يعني، بيقعد بقى يتكلم هو قد ايه جامد وبتاع. المهم يعني. فبالتالي دوت انا عارف هو قد ايه عامل مهم قوي. انت يمكن اصلا ما تكونش عارف، بس خد بالك ان انت تبقى واثق في المدرس. ده عامل مهم جدا. تمام. ايه المشاكل التانية يا عبد الرحمن؟ الماده تقيله اصلا. هي كماده تقيله وكبيره، واصلا ما فيهاش منهج زي زمان. فدي برضو مشكله. ودي بقى، خد بقى دي مشكله عملاقه. ان اسلوب المراجعه بيبقى متجه ناحيه، مش ان هو يفكرك، ان هو يعلي من مستواك. فبالتالي لو واحد مستواه مش قد كده، هو اصلا مستواه مش قد كده، هو مش جاهز ان هو يعلي من مستواه. خد بالك، انا عارف ان انا الكلام دوت انت ممكن تكون معتبره عادي، بس الكلام اللي انا بقوله ده خطير. انت لما تخش المراجعه هتحس ان هو اسلوبه، هو مش بيفكرك بحاجه، هو مفيش منهج اصلا. هو هيفكرك بشويه نحو وادب، ماشي، السلام عليكم. الباقي هيفكرك بايه يعني؟ مفيش تفكير قوي. مفيش قصدي تذكير قوي. هو بس كل الموضوع انه بيعلي معاك الليفل. هو مفيش حاجه هيفكرك بيها، لان اصلا مفيش منهج. حد مش فاهمني بتاع، هتشوف لما تخش في المراجعه. بس انا ايه، لما اتكلم في الحلول هتبدا تستوعب. بس قبل الحلول، معلش يعني اديني بس كده ثانيه، اديني ثانيه. ارجع لك تاني يا وحش. اصبر يا وحش، ها، اصبر. 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 ثانية واحدة. ايوه. نتكلم عن نتكلم عن راعي القناة، وهو كورس الانقاذ لمادة الاحياء مع ميس سلمى. وكود الخصم تي اي 100. بس انا مش جايب لك خصم، بس يعني في عرض. العرض جوه العرض. الحصة ب 10 جنيه. يعني انا مش عارف اعمل ايه معاك، ايه اكتر من كده. لو عايز يعني تلم المنهج، عايز حد يفكرك،
عايز يكون معاك مصدر كده تكون يعني انت قاعد بتحل مثلا تكون مطمن ان انت لما تعوز تفهم حاجه كده كده انا معايا ايه، المصدر بتاعي موجود. ودايما حته ان انت يكون عندك مصادر واثق فيها موجوده دايما، ده بتديك راحه بال ونفسيه مستريحه. تمام، ده كده كان اعلان على السريع. انزلوا تحت في الوصف، او سوري في الكومنتات، هتلاقوا بقى كل المميزات ورقم التليفون اللي انت هتتواصلوا بيه. ما تنساش تقول له تي ايه 100 عشان تاخد الخصم بتاعك. ولا بقى نرجع الفيديو بتاعنا، استنى بقى يعني، بس مش طول المره دي، مش طول. استنى. هوبا هوبا، اصبر يا اسطى، اصبر يا اسطى، اصبر. تمام. يا وحش اعمل ايه؟ لا استنى. يا وحش اعمل ايه؟ نخش في الحلول. رقم واحد، 90% من الناس راكنه. انا عايز احل الموضوع ده، ما تعرفش هتراجع مع مين؟ عايز احل الموضوع ده، طيب ما اعرفش هراجع مع مين. انا عارف ان في كام واحد كده كده في دماغك حصل الكلام. طب اقول لك على حاجه يا عم، انا مش هصيع، هم غالبا الثلاثه اللي انا وانت عارفينهم، واحنا هنصيع. انا هجيب لك من الاخر: مستر رضا فاروق، مستر محمد صلاح، مستر القيصر. ممكن يبقى في ناس تانية يا عم. عموما انت دلوقتي انا عارف ان اكيد في دماغك كام واحد. موضوع بسيط، جربهم واختار واحد. بس انا مش جاي اقول لك البديهيات دي، هو إيه اللي جربهم بعد كده اختار واحد. بعد ما تختار واحد ما تغيروش خالص خالص. بص خلاص، انت طالما اخترته خلاص، انت كده اخترت مصيرك، عمرك ما هتغيره. اوعى تغير يا اسطى. بص انت لو غيرته انت هتسقط خلاص كده. انا جايبك من الاخر. خد بالك الكلام اللي جاي ده هيصدمك، في صدمات جايه، فاصبر عليا. بس انا بقول لك بجد الحقيقه، لو انت اخترته خلاص ما تغيروش. وهم التلاتة جامدين، فاهمني؟ فيعني ما تقعدش بقى تشك، بس اصبر عليا. مش متعود على المذاكره الكتير في الماده دي. الرد اللي انا اقوله هيوضح لك الرد اللي فات، اللي هو ايه، ما تغيروش خالص وبتاع. بص انا كاتبها كده بالظبط: الصدمه بجد دي اخر فرصه. العربي بعد كده بيروح. بجد يا جدعان، العربي هو دي اخر فرصه، مفيش فرص تانية. انا بقول لك، مش الناس بتوع ثانويه عامه دول يقعدوا يقول لك يا باشا هتلحق لا. اي حاجه بعد المده دي مش هتلحق، انسى. مستحيل تلحق، مستحيل. انا بقول لك، انا عن خبره وعن تجربه وناس كتير، انا عارف عمرك ما هتلحق غير لو بدأت دلوقتي. تمام، لازم تبدأ دلوقتي. مش بتعرف تحل، هقول لك نفس الحاجه، لازم تبدأ دلوقتي. ولما تختار المدرس ما تغيروش عشان هتضيع وقت كتير. بص يا اسطى، الموضوع ده في غايه الاهميه، وانا مش عايز حد يكون شاف الفيديو ويقع في المشكله دي. طب ما انا قلت لك اوعى يا اسطى تغير المدرس، امسك فيه، افضل معاه. خلاص انت اخترته، خلاص كلهم اصلا جامدين يا ابني، وكلهم بيشرحوا نفس المنهج. وياما ما قلت لك الموضوع ده، كل الموضوع في اختلاف الطريقه بس في عرض المنهج، فاهمني؟ فانا قايل لك اختار عن طريق ايه بقى، أو يعني ايه العوامل اللي هتختار على اساسها حته الطريقه اللي هو بيعرض بيها. لكن كده كده هو نفس المنهج. ولما تمسك فيه ثق فيه. ليه دخلنا هو في حل مشكله تانية؟ ثق فيه لان اصلا في فتره المراجعه بالذات المدرسين كلهم بيبقوا فاتحين اقوى حاجه، بيعملوا كل اللي يقدروا عليه. لان هم اقول لك يا عم، هم بقى مش هقول لك بقى هم خارقين وهم ناس كويسه وعايزين مصلحتك. هم يا ابني بيجوا في فتره المراجعه دي عايزين يسيبوا عندك طابع ده المدرس ده لحقني. هم عايزين الجمله دي، هم عايزين الجمله دي: المدرس ده لحقني، بحيث تخش انت السنه الجايه ده مستر رضا فاروق ده لحقني، ده مستر محمد صلاح ده بص ده انا كنت متسوح بس هو لحقني. فبالتالي ايه، يجي لهم طلبه. انا جاي لك سكه، مفيش حد بيقول كده. ليه؟ عشان اعرف انسان اساسا. بس ما علينا، عشان ايه، لو بدات اتكلم عن نفسي مش هنخلص. المهم، ايه نخش ايه تاني؟ الماده تقيله اصلا وكبيره وما لهاش منهج. ايه كل الكلام اللي انا جايبه ده؟ في مراجعه عايز يدوس قوي. ده انا كل الكلام ده قلته. حته ان الماده تقيله واصلا كبيره، برضو هقول لك ابدأ دلوقتي وقسم قسم. وانت بتقسم خليك على يقين ان انت لازم تقسم، وان انت مجبور على كده. ما تقولش مثلا انا بقسم عشان انا كحيان. مفيش حد في الوجود هيقدر يستوعب ويحل على 8 ساعات محتوى لسه شايفهم النهارده كده، فاهم؟ النهارده ياخد له مراجعه كده 8 ساعات، بعد كده يستوعبها عادي كده ولكن في حاجه حصلت، بعد كده يبدا يحل فيهم. مش الكلام ده ما بيحصلش، فاهمني؟ العربي معروف محاضراته طويله جدا، مليان فروع. جديد عليك. بص العربي ده اكبر خازوق فيك يا مصر. مصر كلها فيها بتتخزق من العربي ده في ثانويه عامه. ولكن انت مش عادي، انت واحد بتتفرج على ايه، ثانويه اسيستنت. فانا يا اسطى قايل لك على كل ده.
خد عندك، الماده كبيره جدا، الماده اسلوب مذاكرتها فريد من نوعه، مش هتعرف تحل من اول مره. في مدرسين كتير، بص حد هيديك مراجعه مجانا، عروض كتير جدا، هتقعد تتشتت كده ومش هتعرف تعمل حاجه، مش هتبقى واثق من كتر ما ده فاهم. يا نهار بص هتلاقيه فجاه كده وانت بقى قاعد مثلا بتاخد مع رضا الفاروق مثلا يعني يا عم بتاخد مع مدرس فلان، عمال بتاخد معاه بقى ومجتهد، فجاه كده تلاقي مدرس تاني يقوم منزل لك بمراجعه معاه سبوره بتكتب لوحدها، فاهم؟ والناس كلها بتتكلم عنه وانت بقى تروح زي الهبل. لكن انت مش اهبل، خلاص كده يا ريسا. افكرك بكود تي اي 100 لكورس الانقاذ لماده الاحياء مع ميس سلمى. خش هتلاقي فيديو لميس سلمى وهي بتشرح تفاصيل الكورس. خش ابعت لهم على الواتساب، هتلاقي الرقم برضو. اشترك واستخدم كود تي اي 100. خش جروب الواتساب بتاعي عشان بجد التواصل هيبقى مستواه عالي قوي الفتره دي. عايز بجد ان انا اتواصل معاكم كتير قوي، عايز اشجعك كل يوم. دي هتبقى اكتر فتره انا متفاعل فيها على الواتساب. اشتغل جسا. سلام.